يعني بمجرد بس ما تعدي فترة صغيرة انت بتلاقي نفسك اتطورت، والوعي المالي عندك اتطور للمرحلة اللي بعدها وهي المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة بقى دي انا على المستوى الشخصي انا بحبها جدا، وهي مرحلة الوعي الاستراتيجي. الوعي المالي الاستراتيجي، كلمة الاستراتيجية هي مجموعة من الخطط، مجموعة من الخطط كده احنا بنحطهم مع بعض بنقول عليها استراتيجية. الوعي المالي الاستراتيجي ده انا عندي هدف مالي على المدى البعيد. يعني أنا عندي خطة استثمار واضحة، عندي مشروع واضح، عندي خطة زمنية واضحة على المستوى البعيد، أكبر من سنة، أكتر من سنة. خلاص أنا بدأت أخطط لمستقبلي. هنا المرحلة دي كويسة جدا جدا، ومعظم الناس بتوصل للمرحلة دي وبتبقى فعلا مستقرة نفسيا ومستقرة ماليا. وانت حاول توصل للمرحلة دي لو ما كنتش عندها. المرحلة دي هتحقق فيها أهداف كتير، وهتطورك ماليا، وهتوصل للمرحلة الأخيرة